خلصت انت كده ترتيب السرير صح؟ كده خلص معاكي وبقى زي الفل صح؟ طيب انت مش بتفتحي الشباك ولو نص ساعة في اليوم تغيري تجددي فيها الهواء؟ تعالي بقى واعرفي بقى شوية معلومات لازم تتعمل يوميا على السرير اللي هننام عليه او الكنبة اللي هننام عليها. اول حاجه تشيلي مخدات طبعا اي كانت نوعها ولازم تفضي الكلام ده اي قماش والسرير فاضيين والمخدات بقى نضاف. لازم المخدات تكون كويس تقلب كده وش تاني لازم وش تاني يا اما بدايه يوم لازم تحط المخده دي عشان اي كتير عليها بتموت لما تتنضف. بس كده وبعد ما تعمل خديه تقلبها كده الاول نقعد كده وطول عشان تجيب تاني. امسك بقى السرير ونفضل نفس الحكايه ما تنساش عليه اي حاجه وشيل بطانيتي ونفضل السرير كله يوميا صباحا ومساء قبل النوم والبطانيه تحت تمسكها وتديها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا بيكم معايا في فيديو جديد. الفيديو النهارده هنقدم فيه معلومه جديده ومعلومتنا النهارده هنتكلم فيها عن ترتيب السرير. ليه انا بروق السرير؟ مجرد ان انا بسوي المخدات او اطبق البطانيه او الغطا اللي احنا بنتغطى بيه وممكن ما افتحش الشباك ليه وهوي الاوضه. لازم اجدد الهواء يوميا ولازم انفض السرير يوميا صباحا ومساء. انفضه صباحا عشان اشيل البكتيريا اللي جت عليه واحنا نايمين. لازم دي احنا نايمين كده بنموت نص موتة فبتنزل مننا خلايا بكتيريا ميتة. البكتيريا ديت لازم ما بتتخلصش منها غير لما بتتنفض. ما فيش حاجة ان انا مثلا ارتب السرير وافتكر ان البكتيريا كده انتهت او ان انا ممكن اعطر وحاجات دي. لا، البكتيريا دي بتموتش غير بالتنفيض. لما جه الغرب علشان يموت الحشرات اللي بتنزل مننا على بقايا جسمنا، بتنزل بقايا الخلايا الميتة واحنا نايمين. حاولوا ان هم يجيبوا جميع المحاولات عملوها وجابوا جميع المبيدات وان مفيش حاجه موتت البكتيريا دي غير التنفيذ. يبقى صدق رسولنا لما بلغ من ربنا سبحانه وتعالى ما هو الا وحي يوحى ان ما البكتيريا دي بتموتش غير لما بنفض السرير. امسك السرير كده انفض مخدتي، اشيل من عليه المخده واشيل الخداديات وامسكه تنفيضه كده حلوه. لازم تتنفض كده تنفيضه باي قماشه كده عندي، واشيل البطانيه وهويها في البلكونه او في الشباك. مش كل يوم اسيبها كده، كل كام يوم كده اخرج بطانيتي تتهوى في الهوا شويه. لازم تتهوى منه، بتجدد الهوا بتاعها ما تبقاش مكتومه وتتنفس كده من البطانيه لما تشم هوا نقي. ماشي، يا ريت نعمل بالمعلومه ونكون استفدتوا بيها. وان لازم السرير قبل ما ننام ننفضه برضو عشان ما يكونش عليه اي لا اعوذ بالله كده شيطان، لان الشياطين بتيجي باخر اليوم بعد المغرب كده بتحب تنام على السراير وبتنام على الكنب. فما ينفعش ان انا اسيب السرير بتاعي ما قبل ما انام كده اروح جايه كده على السرير او جايه على السرير ونايم. لازم ايه، انفض سريري كده تنفيضه خفيفه كده عشان اي شيطان عليه واسمي الله قبل ما انام يخرج من الدار نهائيا. يا رب يكون الفيديو عجبكم واكون قدرت اوصل لكم معلومه تستفيدوا بيها وان شاء الله تفيدوا. واشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.